ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض خلية النحل حلو وحادق. معايا المكونات: معايا كيلو دقيق منخول، ومعايا كوباية لبن رايب، ومعايا معلقتين لبن بودرة كبار، ومعايا ذرة ملح، ومعايا معلقتين سكر كبار، ومعايا نص كوباية سمنة على زيت، ومعايا كيس بيكنج باودر، ومعايا كيس خميره، ومعايا هنا ميه دافيه مدفياه كوبايه ونص ميه دافيه، ومعايا معلقه صغيره سكر. هنا هعمل فيها الخميره. هشغل الخميره اول حاجه. ماشي، انا مدفيه الفرن كده حوالي 5 دقايق وايه مطفياه. ماشي اهو. وهحط نص كوبايه ميه كده وهقلب. انا بحب اي معجنات، بحب بصراحه اشغل الخميره عشان اتاكد ان الخميره معايا مظبوطه. اي معجنات انا بعملها. مش هحطها بقى في الفرن في المكان الدافي دوت. اللحمه وانا هحطها في الفرن. يلا على الخميره تشتغل معايا شويه هقلب المكونات مع بعضها. معايا كيس بيكنج باودر اهوت. مش هتطلع التصوير. سيبها ما تصورهاش. ماشي، وهنزل بايه؟ معلقتين لبن البودره اهوت اهو. ذرة الملح وهقلب ايه كويس كده. ماشي، اقلب كل المكونات كده مع بعضها عشان ما يبقاش ايه حته فيها حاجه وحته ما فيهاش. وبعدين هقلب المعلقتين السكر الكبار دولت مع كوبايه اللبن اللي هو دوت اهوت. هقلبها كويس عشان السكر اللي معايا ده خشن. اللبن ده رايب مش لبن حليب، لبن رايب. ماشي، لو انت ما عندكيش لبن رايب ممكن تحطي كوبايتين لبن زبادي اللي هو الزبادون ده. بس يا حموده، بس يا حموده انت حموده عشان متلخبطوش. ماشي اهو. ماشي، وديت نص كوبايه سمنه على زيت. عايزه تحطي زيت بس حطي، عايزه تحطي سمنه بس حطي، اللي انت عايزه تحطيه حطيه اهو. ماشي، بعدين انزل كده باللبن بقى اللي انا مدوره فيه السكر دوت واللبن الرايب ده اهو. بس السكر بردك عشان خشن معايا بس ما بيدوبش كويس ازاي اهو. حاولي بقى انتي تقلبي كده اهو. ماشي، اهو بقلب بردك كده تقليب كويس اهوت. انا هعجن دلوقتي طبعا بايدي مش هينفع بالمعلقه، بس ايه لما احط الميه هجيب الخميره الفرن. خليك زي ما انت يا حبيبي. بسم الله ما شاء الله. على فكره ما عدتش 5 دقايق في الفرن، ما كملتش. ماشي، اوعى تعطس في الاكل يا احمد البعيد. وبعدين بقى هلم بقى ايه العجينه بالميه. ماشي، دي كانت كوبايه ونص ميه انا مدفياهم، خدت منهم نص كوبايه الخميره ومعايا كوبايه دلوقتي في الايه في البراد. ماشي، وهقول لكم بردك ان العجينه بتاخد معايا سوائل قد ايه في الاخر. ماشي، هحاول بقى ايه الم العجينه بايديا كده، مش هينفع طبعا بالمعلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قرب عليا كده اهو كل حاجة مظبوطة. حطوا بس اللايك والاشتراك والسبسكرايب. ما تنسوش يا جماعه بالله عليكم تشتركوا لي في القناه وتفعلوا الجرس. تفعيل الجرس ده عشان ياكد الايه الاشتراك بتاعكم. يعني ممكن ما ينفعش اي حد يدوس اشتراك، بس لازم تفعلوا الجرس لو مشتركين. مفيش اشتراك من غير تفعيل الجرس. بس كده هم عارفين كل حاجه. لايك واشتراك. هو الاشتراك هتلاقوه جنب الايه جنب علامه اللايك، صح مش كده؟ اه.
لوك يا ستي. عملت لوك. لما عطست قلت الحمد لله، ما قلتش الحمد لله، بس عملت لوك على الفاضي. قول الحمد لله. رحمكم الله. رحمك الله. واصلح بالك. يهديكم ويصلح بالكم. يهديكم ويصلح بالكم وربنا يهدينا. مش عايزه افصل برضك كده عشان عايزاكم تشوفوا العجينه وهي ايه، وانا بلمها كده. بس انا هقعد 10 دقايق اعجن فيها عشان تبقى عجينه طريه معايا. انا مش عايزه ايه، مش عايزه اطول عليكم. حطوا الشيء. ماشي. انا هقول لكم برضك هي اخدت مني ميه قد ايه بالظبط. ماشي. اقفل يا احمد عشان انا هعجنها حوالي 10 دقايق كده. قفلت. حطوا شيء للفيديو. ماشي يا حموده، بس هم يعملوا اشتراك بس في القناه اهم حاجه، شيل عشان يعني بس القناه تتفاعل معايا وتكبر عشان شويه. هما مش فاهمين يعني ايه شيل. في ناس لا هم عارفين، مش عارفين. شيل يعني تبعتوا لاصحابكم اي واحد بيتفرج. خلاص انا هنوقف الفيديو عشان ما نطولش عليكم. مش عماله تلعب. ماشي هنوقف الفيديو. العجينه اهيت حوالي بتاع 5 دقايق كده ولا 10 دقايق اهو، لحد ما الاقي ايه العجينه كده طريه معايا كده وناعمه، والاقي البلاستيكه كده نشيفه معايا اهيت. زاهيه. ماشي. بصوا هو اي عجين، اي معجنات انت بتعجنيه، يعني عجينه زي عجينه العيش كده بياخد معاكي سوائل من كوبايتين وكوبايتين ونص. ماشي. يعني ايه، حتى الميه اللي انت حطيتيها في الخميره دي تحسبيها، دي من ضمن السوائل. حطيتي لبن، حطيتي ميه، كل ده سوائل. حطيتي زبادي، كل ده سوائل. ماشي. وحتى لو حطيتي بيضه برضك كمان يعتبر سوائل. فانت بتقللي ايه معاكي الميه شويه، وانت تبقي شايفه العجينه في ايه قدام منك كده. لو لقيتيها بتلزق في ايدك كده اهوت، وايدك فيها عجين والبلاستيكه فيها عجين، يبقى لسه هي عايزه دقيق كمان، تحطي رشه دقيق. ماشي. لو لقيتيها ناشفه معاكي حطي نقطه ميه. ماشي. بصي انا كنت معايا هنا كوبايه ونص ميه، يعني ما خدتهمش كلهم. بصي الباقي بتاع حوالي ايه ربع كوبايه اهو. ماشي. يعني على حسب برضك نوع الدقيق. ماشي. يعني من كوبايتين لكوبايتين ونص سوائل كيلو دقيق. ماشي. انا بقى دلوقتي هعملها ايه، هحط لها نقطه زيت كده صغيره على الوش اهو، نقطه زيت صغيره بس كده عشان ايه ما تلزقش في الكيسه، وهغطيها عشان العجينه ما تنشفش معايا. ماشي. ومطرح ما كنت حاطه الخميره تخمر في مكان دافي، هحط بردك العجينه ايه في الايه، انا كنت مدفيه الفرن 5 دقايق كده وطفيهم. هحطها بقى في الفرن كده ساعه كده ولا حاجه تخمر، وارجع لكم بقى ان شاء الله بعد ما تخمر. اقفل بقى يا حبايبي. العجينه هي بعد ما خمرت هي قعدت حوالي ساعه في الفرن. ماشي. هكورها بقى كور صغيره كده اهو. تعالى يا احمد اوريهم كده. يعني اعمل حساب اللي هي لسه هتخمر تاني معايا. ماشي. مش عايزه كور كبيره اهي. ماشي. اهي كده اهو في الحجم ده كده، في حجم الليمونه الكبيره. يا احمد كده في الحجم ده كده اهو. انا الصينيه دي دهنها زيت. ماشي. الصينيه اللي انا بقطع عليها دي دهنها زيت. احمد امسك التليفون حلو يا احمد، امسك التليفون حلو وانت الهز. هما شايفين كده؟ اه. ايه يا جماعه اهي قد الليمونه كده ايه كبيره شويه اهو. ماشي. اقل من البيضه شويه. هاتي نوع كده عند انا بقطع كده العجينه. بلمها كده اهو، بعملها كوره كده اهو. ماشي. هخلص بقى الكميه دي كلها وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم اهو. ماشي. لحد ما الاقيها كده ايه متساويه معايا اهو. ماشي. يلا اقفل بقى يا احمد وهرجع لهم لما تخلص كلها. بصوا يا حبايبي انا كورتها كلها اهي. ماشي. انا هعمل معاكم الحادق الاول، هبططها كده شويه بايديا وهحط بقى الحشو اللي انت عايزاه. انا هحط بسطرمه اهي. ماشي. ومعايا جبنه ايه موتزاريلا اهي. ماشي.
واحاول اكورها كده تاني، واحط بقى مطرح ما انا فتحت كده احطها من تحت، وهسيب بين كل واحده وواحده كده ايه حوالي كده عشان لسه هتخمر تاني. هسيب كده بين كل واحده وواحده كده حوالي سنتي. ماشي. ومعايا بردك هنا كفته صغيره، دي كانت بايته عندي من امبارح في التلاجة. انا كنت عامله حسابي ان انا هعمل النهارده خليه النحل، فكنت عاملاها صغيره كده. ماشي. بردك الحشو اللي انت عايزاه، تعملي صدور فراخ، عايزه تعملي لانشون، عايزه تعملي انت عايزه تعمليه في الحدقه دي اعملي، عايزه تحطي جبنه بس حطي. ماشي اهو. انا هعمل بردك معاكي كام واحده من دي وكام واحده من دي اهو. ماشي. وهضمها كده اهو اهو. وارجعها كده اهو تاني، ومطرح الفتحه كده هخليها من تحت اهو، واسيب فرق بين كل واحده وواحده. هعمل معاكي بقى دي كده الكفته اهي. ماشي. هحط واحده كفته من الصغيره دي كده اهي، واحاول الم عليها العجينه اهو. ماشي. عايزه تحطي برضك جبنه مع الكفته حطي، دي حاجه بقى ايه ترجع لك انت، الحشو ده بتاعك انت اهو. ماشي. حاجه سهله خالص ما فيهاش اي غلبه ولا اي حاجه اهي. رجعتها كره زي ما كانت اهي، ومطرح الفتحه اللي انا فتحتها اهي هحطها من تحت. ماشي. هخلص بقى الكميه كلها انا كده اهي مع نفسي عشان ما اطولش عليكم. تعالى يا احمد كده وريهم الصينيه هنا، وريهم شايفينها كده. بصوا انا اهي هعملها كده داير ما يدور كده لحد ما اخلصها كلها. ماشي. وخلصت كده الكفته. مش هرجع اعمل بسطرمه تاني بردك. بس احنا هما عارفين بقى من الطريقه اهو، وهرجع ارص كده تاني اهو. ماشي. خلاص اهو في الفيديو لما تكمل. بصوا حبايبي انا هدهن الوش. معايا صفار بيضه، صفار بيضه مش بيضه كامله، صفار بيضه. ماشي. وهحط عليهم نص، مش نص بقى، اقل من الربع كمان. هحط اقل من الربع كده ايه معلقه بن، اقل من ربع قهوه بن او نسكافيه عندك اعملي بيه. ماشي. هحطه على ايه على صفار البيضه. ماشي. وهقلب بقى كده، ما تكتريش البن معاكي عشان ما تغمقش، يعني اقل من ربع ايه معلقه. وهقلب كده كويس مع صفار البيضه اهو. البن ده هيلون معاكي، وكمان هيحش الزفاره بتاعت البيض. ماشي. عشان الصفار ده بيبقى زفر شويه. وهجيب الفرشه كده اهو وهدهن بقى. ماشي. التلاتة دولت وقف الفيديو. استنى بس يا احمد كده. طب ماشي اقفل، هعملهم هما عارفين الدهن ازاي. بعد ما نروح 5 دقائق. طيب انا معايا هنا حبة البركة ومعايا سمسم. ماشي. برضك دي حاجة اختيارية اهو. ماشي اهو. على كل واحدة كده هحط حبة. يا ريت تحطي الحاجة ديت قبل ما تخمري المرحلة التانية، عشان ما عشان التخمير بتاعك ما يروحش منك. ماشي. هخلصهم بقى كلهم كده، وهسيبها تخمر كده حوالي تلت ساعة كده ولا نص ساعة تاني. ماشي. بعد كده هدخلها في الفرن على نار عالية، على نار عالية في النص على الشبكة. ماشي. لو عندك شواية ما تولعهاش، لو في مروحة شغليها. طفي بقى يا احمد كده، وقلت لهم خلاص بقى لما اجي اعمل معاهم الحلوة اوريها لهم. طفي يلا. بص انا هعمل معاكم حبايبي الحلوة. ماشي. انا حاطه هنا ورق زبده اهوت، ودهنها بردك زيت. ماشي. انا معايا شوكولاته هنا قابله للدهن اهيت. مش لازم تجيبي النوع اللي هو الغالي اللي هو المستورد، ممكن في انواع تانية كتيره مصريه حلوه بردك. ومعايا بواقي هنا عين جمل كانت باقيه عندي من رمضان اهيت. مش لازم بردك تكلفي نفسك، اي حاجه باقيه عندك لو ما عندكيش مش مشكله. ماشي. وهكورها بقى كده. دي انا بقى هعملها الحلوه دي، هحاول اعملها حروف. ماشي. عشان لو عندك عيد ميلاد ولا عندك اي مناسبه كده وعايزه تعملي حروف بالحروف اللي انت عايزاها، الاسامي اللي عندك اعملي. ماشي. انا هعمل حرف ال وهعمل حرف الاي. ماشي. هجيب كده بردك زي ما حشيت اللي هي التانية ديت، وهحشي بقى بالشوكولاته كده وعين الجمل. ماشي اهو الشوكولاته اهي. واحط حته من عين الجمل. ماشي.
هحاول كده المها عشان الشوكولاته ما تطلعش مني ايه بره اهو. ماشي، وهكورها بردك كده اهوت. وهرص بقى كده. ماشي، اوريكم واحده كمان بردك اهو. واحاول بردك اسيب سنه صغيره كده بين كل واحده واحده عشان لسه هتخمر تاني. ماشي. انا التانية ما حطيتلهاش الحدقه ورقه زبده لان مش هطلعها من الصينيه، لكن دي انا هطلعها من الصينيه. فانا عايزاها ايه، فانا عايزاها تطلع معايا بسهوله. هي هتطلع برضك حتى لو على الصينيه، بس انا عشان اضمن برضك اللي هي تطلع معايا حلو. ماشي. حبايبي اهي بعد ما طلعتها من الفرن كلها استوت معايا اهي. بتبقى معايا 3 وحدات اهمت. على فكره انا ما دهنتهمش حاجه، يعني انا ما كنتش دهنت بالبيض من على الوش كان مش مشكله. لو انت الفرن بتاعك حلو وما بيحمر حاجه معاكي مش لازم تدهني، عشان البن ده بردك بيغمق معاكي سنه. ماشي، حاولي ما تكتريش لو هتحطي بن، حاولي ما تكتريش. ماشي، دي الحادق اهيت، ودوت الحلو، ودوت الحروف دي انا عاملاها اللي هو الحلو اللي محشي شوكولاته. ماشي، لو انت بقى عايزه تدهني ترشي عليه عسل كده لما يطلع من الفرن رشي. ماشي اهو. ماشي. يلا، لو عجبكم الفيديو يا ريت تنسونيش باللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا يا احمد اقفل، ما تطولش عليهم الفيديو. اقفل خلص. خلاص هقفله.